بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اخرجني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم امين يا رب العالمين. عايزين نصلي على الحبيب المصطفى يا بنات كده، يعني نبدأ الفيديو بتاعنا. ويا ريت يا ريت لما بنقول صلوا على النبي كده محدش ينسى الصلاة على الحبيب المصطفى، عشان ان شاء الله بإذن الله ربنا ان شاء الله يكرمنا جميعا بإذن الله تعالى. النهارده كده يا بنات تكمله ان شاء الله باذن الله للفيديو اللي عدى، اللي هو كان عند امي يعني، وكنت عامل مونتاج على باقي الفيديو كده وانزله لكم. مرات اخويا كان نفسها خالص في الفطير. طبعا هي عشان جديده عندنا يعتبر وما تعرفش الفطير وكده لما بيحكوا عليه عندنا، فهي جايت انا نفسي بالفطير، فقلت خلاص النهارده اروح عنديهم عشان بالمره نعمل الفطير وكده واحاول اوريها الطريقه برضو عشان جوزها برضو بيحب الفطير خالص. بس وعملنا مع بعض كده وكان يوم والله بسم الله ما شاء الله يعني زي العسل. اول حاجه طبعا عجننا كده الفطير. هحط لها المقادير واخليها تتعلم طريقه عجن الفطير بالظبط عشان خاطر. ماشي اقعد يا حمزه، ماشي اقعد بس تعالى جنبي يا حمزه. بس اعلمك بالظبط الطريقه بتاعت الفطير عشان ان شاء الله باذن الله تعتمدوا مع نفسها وتعملوا ان شاء الله باذن الله. طبعا آه كلكم قلتوا افتح قناه لاختك وكده، فخلاص قررت ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ان انا افتح لها القناه. واهم حاجه قبل فتح القناه ان تقفوا معاها عشان خاطر هي يعني ما عندهاش طولة بال زي هي، يعني عشان تحطوا في علمكم ان القناه يعني عايزه مجهود جامد خالص. يعني هي لو عملت فيديوهات وزهقت مش هتكمل. يعني كل انسان ليه طاقه معينه يعني وكده، فاهمين انتوا؟ بس فهنا اخويا جاب لنا قصب، يعني اخويا الصغير امورينا امر يا ام محمود واللي عايزاه يعني. قلت له ربنا يخليك لينا يا رب ما يحرمناش منك ابدا. فالعيال جابوا نفسهم في قصب، بعت على طول جاب لنا قصب كده وقعدنا في الشمسيه الحلوه دي ونمص مع بعض قصب. تمام. ومرات اخويا برضو عجنت الفطير زي ما انتوا شفتوا معايا. عجنت الفطير، مش عارفه انا كنت منزله لكم المقطع ان انا حطيت الدقيق والمقدار وريته قدامكم، سكر وحبه ملح والدقيق والميه بس مش اكتر، ولا ما وريتوش لكم في الفيديو اللي فات؟ والله ما اخدت البالي بصراحه، يا اما نسيته انا في الفيديو ده. المهم هو دقيق وميه وملح وحبه سكر بسيطه، وفي الاخر بنختم العجينه بحبه زيت صغيره نلم بيها العجينه عشان تتظبط وتبقى حلوه كده لو ليها عرق. فالمهم المفروض لازم على الاقل العجينه تريح ساعه، اقل حاجه خالص. احنا طبعا ما صبرناش عليها عشان ايه الوقت بيعدي وعايزين كنا نتغدى وكده، فعملناها بدري يعني. تمام. قطعناهم هنا زي ما انتم شايفين كده اهو بعد ما ريحوا، وهبتدي افرد العجينه. هي جايت لي طريقه الفرد صعبه، وازاي اتعلمت الطريقه وكده حكيت لها القصه ان هو انا ما كنتش اعرف اصلا، يعني بتوي ما عرفوش الفطير ده ولا حد عندي بشوفه يعمل مشلتت خالص. فهي جت كده معايا لما كنت فاتحه المشروع بتاعي، جت يعني زي ما تقولوا ايه رزق كده، ربنا بعت رزق واتعلمتها كده من عند ربنا يعني سبحان الله يعني. بس فزي ما قلت لكم في موضوع القناه انكم اهم نقطه ان انتوا تقفوا معاها يعني وتشيروا لها فيديوهاتها. هي تستحق بجد يعني، وتستحق ان ربنا يكرمها ويكون مصدر رزق ليها ولعيالها، لان فعلا عيالها والله العظيم والله يعني يشهد علي الله. مش عايز احكي كتير، كلكم عارفين يعني ايه لما الاب يرمي عياله وما يدومش حقوقهم ويستنى لما تطير وراه في المحاكم ومش عارف ايه، واول ما يبص يلاقي الدنيا هتحكم عليه والسجون والكلام ده، يروح يبتدي يخاف كده هو ويجيب لك ناس عشان تخلص تصالح ومش عارف ايه بعد الخراب ملطة، يعني بعد الخراب كده زي ما بيقولوا يجي يجيب لك حد عشان يصطلح. طب العيال ايه ذنبها في ده كله؟ يعني ايه ذنب اطفال زي كده هو يعني يتحرموا من ابوهم مثلا ولا كأن ليه يعني ما مش بيبص لهم يعني الواد ليهم فترة يعني في البيت ما قالش اشوفهم. يعني مستغربة خالص انا ازاي يعني مستغربة بصراحة خالص. بس فوالله يعني ربنا يا رب يحنن القلوب القاسية عليها يا رب. والله العظيم يا رب يحفظ برضو ابو محمود ويخليه لي يا رب ويبارك في صحته يا رب. والله مسافر يعني مأمورية في الشغل بتاعه، ليه 3 ايام النهارده وبالليل واحنا بنتكلم
يعني راح قال لي ايوده ايوده حبيبي وحشتني خالص. ايوده بيقول له يا بابا انا عايز مصاصه. راح قال له مصاصه بس انت ما قلتليش وحشتني يا بابا، انا زعلان منك ما قلتليش وحشتني يا بابا. فبرضه الاب يعني زي دور الام بالظبط، ما يقلش عنه حاجه، ان محتاج العيل يقول يا بابا، يشوف ابوه يتشعلق على كتفه ويطلع يجيب له حلويات، يعمل حاجه. لكن الواد يا عيني كل شويه والله العظيم، الواد والله امبارح احنا وقاعدين يقول لها يلا يا ماما البسي، ولبسيني يا ماما البنطلون ده، هو لبسيني التيشيرت عشان انا عايز اروح هناك على بيتنا. تقول لابوك يا حبيبي مش عايزنا، يقول لها لا يا بابا يا ماما انا عايزني بابا. يعني بصراحة الموقف كان صعب جدا وصعب عليا جدا والله العظيم. وهي والله العظيم يعني عايزة تعيش، هي عايزة تعيش ويعني مش الناس المجنزحة ولا بتاع، عايزة تعيش وراضية بقليلها. يعني ده هو بس مشاكل العائلية بينهم وبين بعض وكده، وصعب التفاهم والتعامل معاه خالص. يعني صعب جدا التعامل معاه. هي تقدر تحكي لكم بقى بطريقتها عن حياتها، هي أدرى بيها مني يعني. بس هنا فردنا الفطير كده هو وبنحاول نحطه في الصواني، وانا وريتكم طريقة الفطير قبل كده كتير معايا يعني. وامي هتحمل فرن البلدي، الفرن البلدي، ونحط فيها الفطير. جه بقى ايه، كان خلاص يعني الوقت عدى والليل هيبتدي يشكشك علينا وكده. راح جه اخويا يا ام محمود اعملي لي فطيره فطيره لخطيبتي. ف قلت له طب الوقت وكده لسه عايزه تريح. قال لا ماليش دعوه، انا قلت لهم وخلاص لازم تعملي فطيره لخطيبتي. اضطريت بقى جبت دقيق تاني وعملت عجينه تاني وسبتها تريح عشان خاطر خلاص هو قال لهم ان انا جايب لكم كذا، فما ينفعش ارجع في كلامي يعني. مع اني كنت مرهقه وتعبانه، بس انا ما اقدرش اتاخر عليه عشان هو برضه كويس معايا خالص. ربنا يا رب يفرح ويديله يا رب، والتاني ان شاء الله مراته تقوم بالسلامه يا رب، يقر عينه ان شاء الله. بس كده هو. امي هنا بتحمل فرن، الفرن البلدي ده عباره عن نشاره ووقيد وحاجات زي كده بتاعت البيت، بيحطها في الفرن وتولع. بس بصراحه المنظر كان، بصوا المنظر صعب للغايه والله. فقعدت اقول يا رب، يا رب جيرنا من عذاب الآخرة يا رب، يا رب نجينا من مهالك يا رب، يا رب نجي كل مسلم ومؤمن يا رب وموحد بالله يا رب. و... ونجينا من نار الآخرة. النار الآخرة دي يعني ده نار الدنيا ما تجيش ذرة في نار الآخرة. ربنا يعافينا ويعافيكم. والله العظيم أنا وقاعدة قدام الفرن النار بتطلع لبره كأن عايزة تلهف كلهف من قدام الفرن. النار بصراحة شديدة جدا في الفرن البلدي. أما بالكم من نار الآخرة. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم وإياكم أجمعين. قولوا أمين يا بنات وكده، وما تضيعوش يعني ما تضيعوش اللحظة دي. قولوا أمين. بصوا المنظر، قولوا أمين كلكم. بصوا المنظر عامل إزاي. يعني أمي بتحمي من الناحية دي والنار بتطلع من الناحية دي، وفي نفس الوقت النار بتطلع من ناحية أمي برضه. فيعني كنت مهابة من المنظر. أنا والله عشان ما عنديش فرن بلدي فما عرفش النار هتبقى شديدة قوي كده. بس فبقول لها يما صح تعرفيها ازاي ان هي سخنت؟ قالت لي على الطريقة، بعد ما بتبتدي تديها نار، تديها نار على طول، تديها حاجات قصدي وقيد وحاجات عشان تولع، وتقعد اقل حاجة ربع ساعة يعني متهيألي كده انا حسبتها. بعد كده تبص في اسمه إيه ده، تبص في السقف بتاع الفرن تلاقي الطوب بتاع الفرن كله ابيض، يعني تحسيه عمل زي التلج كده جير لونه ابيض بقى. فبقول لها قلت لها لما الطوب ده كله اللي جوه ده سقف الفرن اللي فوق ده اللي من جوه يعني يبتدي يبيض ويبقى لونه زي التلج، يبقى كده خلاص الفرن سخنت، وهذا دليل على ان هي سخنت. هل بتعملها دي تعملها اسمه ده يا ربي، تبيض الفرن، تبيض الفرن بالبياضة. يعني بيبقى جردل فيه مية وفي قماشة قديمة كده ملفوفة على العصاية، دي من زمان الكلام ده يعني. وتروح تمسح الفرن يعني تمسحها بالمية بس كده. لكن الفرن بتاعتنا العادية اللي هي الأنبوبة مينفعش تمسح بالمية تصدي، لكن دي عادي تتمسح بالمية. حطينا فيها الفطير ما كملش بالظبط 5 دقايق واستوى بالظبط، يعني 5 دقايق كان الفطير طلع. فهي بس كان شناسس من تحت شوية. فأول ما أختي فضت الفطير كده رحت قلت لها لا ده هو لسه أبيض يعني من تحت، مع إن إحنا ما قفلناش أصلا عليه لأن الفرن سخن نار. فبصوا هيطلع إزاي أبيض من تحت. قلت لها لا دخليه الفرن تاني نص شوية وبعدين إيه نطلعه.
وادي الفطير تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني طلع تحفة تحفة والله العظيم. يعني جميل جدا ولله الحمد والمنة يا رب، ولله الحمد يا رب. طلع جميل جدا، بس حطينا معاه جبنة قديمة، يعني ملناش في العسل احنا خالص، ملناش في العسل والكلام ده. حطينا جبنة قديمة واختصرنا كده واكلنا كلنا. وتعالوا تفضلوا معانا. اللايك ثم اللايك ثم اللايك. استودع